عايزة تعملي عصير طبقات زي بتاع الكافيهات وبتاع المحلات يطلع معاكي بالطبقات من غير ما تختلط ببعضها بالطريقة ديت. وقلتلك انواع العصير اللي تنفع معاكي وتعمليه طبقات ازاي وكل اسرار نجاحه. عايزة تعرفي ازاي؟ كملي الفيديو للاخر وانت تعرفي عملنا الجبل ده ازاي. مساء الورد والفل والياسمين على احلى اخوات واحلى اصحاب واحلى متابعين في الدنيا اللي منوريني جوه القناه من جوه مصر ومن بره مصر، والناس اللي انضمت للقناه جديد نورتوني وشرفتوني، والناس اللي معايا في القناه من زمان احلى ناس واحلى متابعين في الدنيا، والناس اللي لسه ما نورتناش لايك وشير واشتراك عشان يوصلكم معانا ان شاء الله كل جديد وحصري عملناه قبل كده واللي لسه هنعمله والمفاجآت الجايه ان شاء الله. النهارده زي ما انتم شايفين احلى اخوات واحلى متابعين هنعمل مع بعض حاجه حلوه كده. إيه، عصير عصير كوكتيل من بتاع الكافيهات. إيه، هقولك ايه اللي هيخليه معاكي يطلع طبقات وملون زي ما بتجيبيه من بره بالظبط، وكل اسراره، بحيث ان الالوان، الناس اللي بتشتكي ان الالوان بتيجي تعمل العصير بتلاقي كله دخل مع بعضه سلطه وبقى كله تقريبا كده لون واحد، لا هنعمله النهارده طبقات وهقولك الاسرار ايه. يشرفك طبعا لو عندك عزومه، لو عايزه تعمليه لبيتك، لو جايلك ضيوف. هنعمله بطريقه الكافيهات النهارده. اول حاجه نسمي بالله. وطبعا موسم المانجا، احنا في 2022 يا جماعه، المانجا رخيصه عشان لو شفتوا الفيديو بعد 20 سنه ما تقولوش لا ده كذابه والمانجا غاليه. هي المانجا السنه دي ما شاء الله كتيره ورخيصه. اول حاجه انا هحط المانجا اهو في الكبه. يستحسن ان هي تكون متلجه، يعني مش تكسر الكبه، لا هي بصي هكسرها وتتكسر معايا، بس فيها ايه تلجه خفيفه كده. هبدا اضيف معايا عليها حسب السكر بقى طبعا ما انت عايزه، بس انا مش عايزاه مسكر قوي، هحط ايه كفايه 3 معالق كبار سكر. بصي العصير بتاعنا عشان يطلع ناجح عايزينه بيوري، يستحسن ان هو في الكبه. بصي انا ما حطيتش فيه ميه، يعني انت لو بتعمليه حتى في الخلاط وفي شويه ميه اهوت من المانجا نفسها بس. لو ما مشاش معاكي في الكبه او في الخلاط وحسيتي ان هو هيبقى تقيل، بصي بالمعلقه اللي احنا عملنا بيها السكر دي، معلقتين ميه بالظبط. ما تكتريش ميه، لان لو زودتي له ميه مش هيديك الطبقات اللي احنا بنتكلم فيها. عشان صوت الخلاط وصوت الكبه هضربه وهرجع اوريكي. كده يا مريم بعد ما ضربت المانجا بتاعتي بصي وبقيت بيوريه خالص، هبدأ انزلها في الكوبايات بتاعتي. عشان هي ما شاء الله تخينة، الحافة بتاعت الكوباية ضيقة فبتنزل بصعوبة، فبنزلها كده بالراحة عشان ما تلحوس الكوباية، واي لحوسة يعني هتنزل بره همسحها بالمنديل. كده يا مريم بعد ما عملت المانجا وحطيتها في الكوبايات بالتساوي، هبدأ انزل بالجوافة. برضو الجوافة اليومين دول موجودة ورخيصة قوي. الجوافة ممكن اضيف لها بس معلقتين مية زي ما قلتلك علشان ما تبوظش الكبة. يعني بصي بالظبط اهو، معلقة 2 مية. وهبدأ احط برضو زي ما بحط كده 3 معالق سكر، وزي ما قلتلك السكر بتحطيه زي ما انت عايزة. هبدأ برضو اضربها عشان صوت الكبة. وتقدري بقى تستخدميها بفراولة، بس فواكه تكون القوام بتاعها تقيل، يعني ما ينفعش تعمليها ببطيخ وتروحي حاطاه فوق الحاجة دي، لان البطيخ اساسا كله مية، فممكن نستبعد البطيخ في الموضوع ده، انما اي فاكهة ممكن تكون موجودة تقدري تستخدميها. هضربها وارجع اوريكي الشكل النهائي. بس بقى مرة انا لقيت قوام الجوافة بيوريه قوي، وانا عايزاه يبقى قوام عصير شوية، فحطيت كمان معلقتين مية اهو، وهبدأ اكمل ضرب. كده يا مريم بقى دوت قوام الجوافة برضو اللي مطلوب معايا، اللي هو قوام البيوري. هبدأ برضو افضيها في الكوبايات بتاعتي بالتساوي. بصي بالراحة كده بالمعلقة، ممكن بكرنيب عشان بس ما نبهدلش الكوباية من فوق، وعشان ما ننزلش كده تنزلي بالشفشق بتاع الخلاط او بالكبة مرة واحدة. ممكن تخلي العصير يختلط مع بعضه. بنزل بالراحة خالص اهو.
بصي دي من الاسرار بتاعتها، ان انت لو نزلتي دلقتي كده مره واحده هتخلي العصير ينزل في بعضه، يختلط ببعضه كده. زي ما انت شايفه معايا قلنا اول سرين ان انت اهم حاجه ان انت تجيبي الفاكهه تكون متلجه، تكوني مفرزاها حتى لو قبلها بيوم، بتساعدك كتير. تاني حاجه ان احنا ما حطيناش ميه خالص في المانجا، الجوافه اخدت شويه ميه بس صغيرين. تضربي الفاكهه كويس بحيث ان هي تبقى بيوريه. اي بواقي وانت بتفضيها كده تفضي بشكل شيك، واي بواقي بتفضل بتمسحي بكلينكس. وان انت تقدري تعمليه باي فاكهه، بس طبعا الرمان لا، لان في ميه كتير، في سوائل كتير، مش هيديكي النتيجه البيوري او البطيخ. هبدا انزل بثالث صنف معايا، طبعا عملته معاكم قبل كده في القناه بس كان بالفراوله، بس بصراحه مش موسم الفراوله اليومين دول فما لقيتهاش. الكيوي طبعا بيبقى فيه ميه فمش محتاج ان احنا نزود له ميه خالص. هضربه برده وارجع اوريكي هنعمل ايه. كده يا مريم بعد ما ضربت الكيوي واخد برده الشكل واللون القمر ده، بصي بقى بمعلقه برده تكون غويطه او بترنيب يكون رفيع كده. بصي هنبدا ننزله لان الكيوي بيبقى فيه شويه ميه، هنبدا ننزل عليه كده بالراحه. بصي بقى تناسق الالوان والجمال، طبعا الكيوي اليومين دول برده موجود ورخيص وكتير في السوق، فانا عشان كده استبدلت الفراوله بالكيوي، وبصراحه قيمته الغذائيه برده عاليه. احنا كده قلنا الثلاث اسرار اللي ما شافش معايا الفيديو من الاول، ان انت تعملي الفاكهه مجمده، كل ما تكوني مفرزاها بتكون احسن. ما تحطيش فيها ميه خالص، الفاكهه وسكر بس بتبقى بيورين. تاني حاجه ان انت ما تقلبيهاش كده بالكبه او بالخلاط، لا بتحطيها كده بالراحه عشان تديكي الطبقات زي اللي بتجيبيها من بره بالظبط. بصي بقى الجمال، انا رفعت لك الستاند عشان تشوفي شكل الكوبايه. بصي مهما هزها مهما اعمل فيها هي خلاص العصير ثابت ما شاء الله. بصي الجمال، احلى عصير كوكتيل تقدري تعمليه في البيت، تشرفك لو عندك عزومه، لو جايلك ضيوف، لو عايزه تفرحي بيه اولادك، عايزه تعمليه لبيتك في اي مناسبه، في رمضان، في عيد، في اي حاجه. وطبعا طالما عملنا عصير يبقى لازم نكمل الشياكه. بصي رفعت لك الكاميرا خالص عشان تشوفي بقى الجمال اللي احنا عملناه النهارده. وبصي زي ما انت شايفه كده ما بيختلطش، ما فيش اي حاجه. لو عجبك العصير بتاعنا والكوكتيل بتاعنا النهارده، لايك وشير واشتراك في القناه عشان يوصلك معنا كل جديد وكل حصري وكل مفيد. يا رب اكون قدرت اعمل لكم حاجه مفيده واكون افدتكم، ويكون الفيديو بتاعنا النهارده عجبكم والعصير بتاعنا النهارده عجبكم. وتاني هاكد على المعلومه، تقدري تستبدلي الفاكهه باي فاكهه ما عدا البطيخ وما عدا الرمان. تقدري تعمليه بتفاح وجوافه، تقدري تعمليه بفراوله، بجد بيطلع حلو قوي والنتيجه روعه. اهو زي ما انت شايفه النتيجه، بصي بسم الله ما شاء الله. اهو اهو يعني مستحيل مستحيل مهما تعملي فيه. بصي اهو الكوبايه راحه جايه اهو، ما اختلطش ولا اي حاجه، بالعكس هو اتدلق وما اختلطش. جربي الوصفه بتاعتنا النهارده ومش هتندمي. ولو عجبتك الطريقه بتاعتنا النهارده، لايك وشير واشتراك في القناه وفعلي زر الجرس عشان يوصلك معنا كل جديد وكل حصري وكل مفيد. بحبكم في الله، في رعايه الله وامنه، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.